بسبب الظروف المادية والصحية انعزلت عن المدرسة واتجهت إلى اتجاهات التصنيع والابتكار. صنعت أكثر من 45 عمل. هذه الصناعات يعني لا يعني لفتت أنظار الناس، لأنه بها حركات وبها تعب وبها تقنية عالية، وفيها هذه المجسمات اللي أنا صنعتها منها حصلت عليها براءة اختراع، مثل مكبس شل القطن وقطاس الآبار، هذه عن طريق الضغط الجوي يستخرج الماء من الآبار. في عندي اختراعات أخرى، ولكن الظروف المادية ما سمحت لي أنه أتابع الحصول على براءة الاختراع. يعني لحد الآن كثر أنا اشتركت بمعارض وحصلت على شهادة الوايبو العالمية من منظمة المايبو هاي تبع سويسرا، ولكن لحد الآن لم أمارس أي عمل يكون منتج أو مفيد للمجتمع. ليش؟ ما في اهتمام. صار لي أكثر من السبعينات أنا أشتغل، التقيت مع الصحف، التقيت مع مجلات، التقيت مع معارض، شاركت بمعارض عالمية. جتني دعوة من الخليج من عجمان، وجتني دعوة من عرضوا علي القنصلية الصينية إنه تروح معانا، إحنا نقدر ممكن هناك أن نعطيك مكان، في عندنا معمل لعب أطفال ممكن نستفيد منك وغير. ولكن الحمد لله يعني حبي للوطن وحبي لأهلي وحبي لبلدي ما دعاني إني أروح أسافر على غير مكان.